صباح الخير عليكم ومس الخير عليكم، وكي راكم دايرين؟ لاباس الحمد لله. كما عودتكم دايما نديكم معايا وين نروح وين نمشي. هاد الخطره راني بغا نروح لولايه تلمسان رحله تربويه. دينا التلاميذ تاع السنه الرابعه المتوسط يفوجوا قبل الامتحان التجريبي. كنا يرتاحوا قبل الامتحان نفسيا، يفوجوا شويه. مهم فات واحد الرحله روعه. كاع اللي راح معنا رحله ومن التلاميذ ومن الاساتذه ديروا جام وتعليق، فاتت رحله روعه. الحمد لله يا ربي، فوجوا وريحوا وولينا رحنا سلامات وجينا سلامات الحمد لله. وقلت هذا انا في الطريق، انا في الطريق ونصور لكم الطريق. وقعدنا كما قال لك التلاميذ فرحانين يغنوا، مهم خرجوا الطاقه السلبيه وداو الطاقه الايجابيه. هنا سيد هنا قربنا. شوفوا هذه تلمسان روعه شابه، كل شيء خضر. هادو المناظر تاع البنايات تاع المنصوره فتنا عليهم، بصح اول بلاصه رحنا لها مغارة بني عاد، أجمل مغارة في الجزائر وتاني أقدم مغارة في العالم. نروح نكتشفوا مع بعض مغارة بني عاد وتشوفوا الآثار اللي في الجزائر لا تحصى. أروع وأجمل مغارة شفتها في حياتي. شفت مغارة في جيجل عادية صغيرة، بصح هذه كبيرة بزاف. روحوا وتكتشفوا مع بعض. فيها آثار فيها واحد الأشكال والله العظيم ما تعرفيش كأي شكل هذا. خطرة تتخيليها رأس ملك، وكذلك تمثال الحرية. نخليكم تكتشفوا وحدكم. وش يبيعوا كما نقولوا التحف، اشياء تقليديه، اي حاجه تخص ولايه تلمسان تلقاها هنايا. يخدموا هذيك البراسليه تاع الاسم، يبيعوا تانيك التحف خاصه بولايه تلمسان كما هذيك تاع المنصوره. راكم موالفين كل عام كي نروحوا تلمسان نجيبوا حاجه منها. وتاني وجهه الى قلعه المنصوره، تاريخ ثري وحضاره عميقه. نروحوا نكتشفوا مع بعضنا قلعة المنصورة ونشوفوا الحضارة تاعنا. وأجمل معلم أعجبني هي قلعة المنصورة. روحوا معايا نعطيكم تعريف سريع على قلعة المنصورة. سمعة المنصورة تعتبر من المعالم التاريخية. تم تأسيسها كمعسكر من طرف السلطان الماريني أبو يعقوب يوسف أثناء حصاره للعاصمة الزيانيين تلمسان سنة 1299 ميلادي. ثم سرعان ما شيد بها القصر والمسجد. وهذه هي القلعة تاعنا الداخل. شوفوا كي راها دايرة روعة. وهذه كانت في ذاك الوقت أطول مئذنة
في الجزائر في الوقت هذاك اللي كانوا فيه. وهذه هي القلعة تاع المنصورة الداخل، روعة. باش نقول لكم راكم تشوفوا بعينيكم وتشوفوها، اللي عمره ما شافها راه يكتشفها معنا الآن. الجولة الثالثة هي شلالات لوريت. هذه الشلالات من بين أجمل الشلالات في الجزائر. أروحوا معايا ونشوفوا شلالات التي تكسوها أشجار الصنوبر، وجاي شلالات من الأعلى تصب إلى الأسفل. روعة، منظر روعة. أروحوا ونكتشفوا مع بعض. لالا ستي. واول حاجه باش نطلعوا لها طلعنا في تيليفيري. وروحوا معايا. تغدينا في الطبيعة الحمد لله. يا رب جابونا غدا معتبر. الحمد لله تهلاو فينا، كلاو التلاميذ وكلينا حنايا. اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. وهنا راني مع التلاميذ وراه يقول لكم ادعوا لنا ربي ينجحنا، ادعوا لهم ربي ينجحهم في الشهادة التعليم المتوسط، وراه عندهم كذلك التجريبي. ان شاء الله يا ربي ينجحهم. وبهذه المناسبة نقدم شكري الخاص للمدير المتوسطة مصطفى بولعيد السيد بغني رايح. ونشكر كذلك المقتصد مستشار التربية دحاوي يحيى. نشكر كذلك الأساتذة المؤطرين
من بينهم الأستاذ غلاب والأستاذ دربال، والصحفي أستاذ خريس، تابع لمكتب مديرية التربية. ولا ننسى طبعا مدير التربية شخصيا اللي دنا تصريح باش نديرو هذه الرحلة للتلاميذ سنوات الرابعة متوسط بمصطفى بن بولعيد بمشرية ولاية النعامة. شكرا جزيلا، ونواش نقول لكم ربي يعاونكم، وان شاء الله نطلبوا النجاح لتلاميذتنا جميعا بدون استثناء. ودركا نكملوا الجولة في لاله ستي اللي هي داروا فيها ماناج شباب. اللي ما راحش لاله ستي ولا عمرها ما راح لها، راه فيها واحد الماناج روعة. والآن حان الرحيل إلى بيوتنا وإلى ولايتنا ولاية نعامة، وخاصة مدينة مشرية. ودرك واش نقولكم، رانا في الطريق، طلبونا الطريق السلامة وتهلوا في رواحكم، وان شاء الله نديكم مرة جاية جولة أخرى ولا وصفة أخرى أو روتين آخر إن شاء الله. واش نقولكم دركا، تهلوا في رواحكم وما تنسوش الجيم والتعليق، وإلى اللقاء. باي باي.